السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة مع المج. أنا مش عارف الصراحة أقول إيه، يعني جوميز مشي، يعني الواحد النهاردة امبارح كان بادئ يومه وعادي، يعني راح وجه الجامعة وبالليل الواحد بيلعب ببجي، لو فجأة كده بشوف الفيسبوك لقيت جوميز مشي. الواحد طبعا أي زملكاوي فينا افتكر لحظة كارتيرون لما رمى شنطة الفلوس لمرتضى منصور وهج على التعاون. كلنا جه في يعني ساعتها حاجات كتير، إن مؤامرة ويطفشوا المدرب، يعني انتوا كلام انتوا عارفين، وده كله تركي الشيخ ومش تركي الشيخ هو اللي قدم له العرض. يجي امبارح نفس الأحداث، نفس كل حاجة. اللهم بس الأسماء اتغيرت والوقت اتغير. أنا مش عارف يعني. لو هتقولي لي مؤامرة، طب مؤامرة على إيه؟ يعني بغض النظر إن في ناس منهم طلعت قالت إحنا بنطفش ناس عشان ما ينكدوش وما يعكننوش على الأهلاوية. إزاي في حد يعكنن على الأهلاوية؟ ملوش حل في نادي الزمالك، اسمه ايمانويل، كان لعيب نيجيري. تفتكره ايمانويل؟ ايمانويل اه. امونيكي. اه. لعيب جامد جدا. جدا. اللعيب ده كان كل ما ينزل فينا راح حاطط له جول ولا بتاع بالظبط في النادي بالظبط. الاهلي، لا، فطبعا. ايمانويل كان بيلعب في كاس الالعاب الافريقيه في مصر، اللي كانت ايوه بتنظمها مصر. ايوه، لا بقول لك كان بيلعب في نادي حلو. الزمالك، بيلعب في اه. نادي الزمالك، كان مكسر الدنيا. تمام. ما كانش ليه حل بقى ده، نعمل ايه؟ اه. جبنا له حد من بره خده وداه المانيا. ما كان ساعتها كان لازم يمشي من نادي الزمالك، ما كان ينفعش يفضل نادي الزمالك في نادي الزمالك. اه والله العظيم يا ابو هيم. لازم كان ما ينفعش انا اقعد بقى نعكن على الاهلاويه، كل واحد يجيب له ويجيب فينا جون وبتاع، ما ينفعش. فكان لازم يطلع بره يعني انت اللي طفشت ايمانويل؟ اه. فنطفشوا لاعب وسخ. اللاعب الوسخ ده احنا عارفينه من زمان، واحد اعترف بيه من كام شهر. السؤال هنا، انت بتعمل ايه؟ الزمالك مطحون في مشاكل داخلية، وكل ما يجي يشم نفسه يجي بعبوس من بره، من اللجنة الأولمبية، تدينا واحد بعبوس. يجي بعبوس من بره، من اللجنة الأولمبية ولا مش عارف أي بتاع، تشيلك وتحطك وتجيب في ده يموت وتروح في ده ما يموتش ومش عارف إيه، ويطلع حرامي بنقعد سنتين في الجيران، في عشرية سوداء، فخار أزرق. فأنا مش عارف دلوقتي يعني المفروض نعمل إيه. نسيبها على الله، زي ما إحنا سايبينها على الله دايما. جوميز مش مؤامرة ولا لأ؟ في رأيي أنا ما أظنش. ما أظنش الراجل ده يمشي يعني بالشكل اللي إحنا متخيلينه. ممكن، او يعني على الاقل ممكن تكون في فكره جت او في عوامل مساعده، او بس انا كنت يعني حط نفسك مكان الراجل. لا صفقات كويسه بتجيلك، لا رواتب بتدفع لك، اللي هو اصلا راتب ضعيف يعني بالنسبه للمدرب، ولا يعني مفيش ولا احترام ليك ولا حاجه، وكله كلام على الفاضي، محدش يجدد لك. حط نفسك مكان، انت كنت مكانه هتعمل ايه؟ جالك عرض ب 4 مليون دولار شهريا ولا ب 200 دولار شهريا، 200 الف دولار شهريا؟ ده حد بيجيب لك صفقات وعايش في جو، يعني جو سام جوه التوكسيك جوه النادي؟ وشايف الجو في مصر عامل ازاي؟ اللعبة نكسة حرفيا، اللعبة في مصر لعبة الكورة نكسة. أنا لو مدرب أطفش من تاني يوم، خصوصا لو مدرب أجنبي، يعني مش مدرب مصري. مدرب مصري ممكن واحد حابب المكان، الزمالك حلم لكل واحد فينا بس إنه يخش، مش إنه يدربه يعني. فالراجل ده شاف كل حاجة ونجح. بالنسبة للزمالك فيه يعتبر راجل ناجح. اختلفت بقى معاه، اتفقت، بس هو راجل ناجح. طيب هو مش ليه يعني أنا مش فاهم. لا صفقات جات له ولا رواتب بتدفع. يعني انت اي حد عايز يهدك هيعرف يهدك بسهوله. يعني انت سايب الفرصه لاي حد عايز يهدك انه يهدك. ديرتي جيم بقى مش ديرتي جيم، لعب وسخ ولا لعب نظيف ولا لعب متنيل بخرا، انت اي حد عايز يهدك يهدك. عشان كده عفيفي دايما بيقول ايه، هي فلوس ثم فلوس ثم فلوس ثم اداره. اي حد يقول لك اصل الاداره، ويقعد يتحنيك بقى، يقعد يقول لك ايه، اصل صالح هو القائد والمبادئ والكلام ده كله، يعني معلش يعني كلام فارغ. كانوا بيضحكوا بيه على جماهير البيب وبتاع. هي فلوس، معاك فلوس هتعرف تبني. الإدارة هي 30% من الموضوع كله. الإدارة 30% من الموضوع كله. هي فلوس وفلوس 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 من هنا للصبح. لو ده كان بيدفع له راتب زي الناس، لو اللعيبة كانت بتاخد فلوس كل شوية حد يروح يشتكي له ولا مش عارف اللعيبة تعمل ايه. تخيل انت مدرب أجنبي سايب بلدك وأهلك وجاي تقعد في البيئة دي، هتعمل ايه؟ أول عرض كويس وهيك. ممكن يكون بيحب الزمالك، ممكن يكون بيحب جماهير الزمالك فعلا، ممكن يكون يعني مبسوط إنه وسط الناس دي، أو اتعرف على الزملكاوية أو بس في الآخر يعني هتقرفوني ليه يا جماعة؟ هتصدعوني ليه؟ يعني أي حد بيلوم على جوميز إنه مشي، أنا مش شايف أي حاجة يلوم عليها. هيقول له أصل التوقيت ومش التوقيت. معلش أنت لسه في دور المجموعات في الكونفدرالية، اللي هو أنت المفروض أصلا سواء مدرب أو مش مدرب تعديه. يعني لا حد يقول له بقى لا توقيت ولا خرا ولا الكلام ده كله. الوحيد اللي فعلا تقول له كده كان كارتيرون لما مشي قبل نهائي، هو قبل نص نهائي، هو بتاع القرن ده، مش فاكر كان نهائي ولا نص نهائي. هو ده ما يمشي من دور المجموعات في الكونفدراليه؟ لا طبعا. انتوا ليه؟ اصل ما فيش مدرب، واصل ازمات الفلوس، ازمات الفلوس وازمات النادي الزمالك طول عمرها. لو هو بقى هيصبر نفسه يقول لما الاوضاع تتحسن، الاوضاع مش هتتحسن. وانا لو مكان راجل كنت مشيت. ليه؟ عشان مجلس الاداره، ومجلس الاداره مغلوب على امره يعني. بس هو يعني هو اللي كانوا فاتحين صدرهم قوي هم في الانتخابات، هم اللي يتحملوا، هم اللي يتحملوا. فخلاص خلاص يعني.
هو كده مكتوب لنا كده دايما يعني. اي حاجه تنجح لعيب بقى بتاع احتراف السعوديه تشيله، واحد يطفشه من المجلس بتوع البيب. اي حاجه، ده قدرنا لحد ما نعرف نبني نفسنا، يكون عندنا مصدر دخل حقيقي ورعاه زي ما عند النادي التاني. النادي التاني عنده رعاه بس ما عندوش مصدر، ده كله رعاه وتسويق وشغل. يحيي عليهم او يحيي عليهم الصراحه، عرفوا يجذبوا رعاه. بس حتى الفرصه دي ما كانتش مساب لنا ايام فضيحه وكاله الاهرام والشغل ده كله. وشغلهم الصراحه اتبنى على مجازر من الاول والاخر يعني، عشان ما نضحكش على بعض، كمان شغل التانيين دول اتبنى على مجازر. المهم ايه اللي حصل دلوقتي؟ انت نادي ما عندكش فلوس، اي حد او اي كادر كويس بيجي لك لازم يطفشوه، خصوصا لو اجنبي. ده اللي تطفشه سهل قوي، انت ما عندكش وسيله تدافع عنها بيها عن نفسك اللي هي الفلوس. ففي الاول وفي الاخر يعني بعزي نفسي والله، حتى مش عارف اعزي بيها نفسي، انا مش عارف اقول ايه. رب المرحله الجايه تعدي على خير. هو دايما احنا متعودين كده في الزمالك، ناس تروح وناس تيجي، وفي الاخر الباقي ايه؟ الباقي انا وانت. كله بيروح، الكل بيجي، الكل بيمشي. الباقي مين؟ انا وانت اللي بيدفع ويقع وبنجيب 75 جنيه مواصلات وقرف عشان يروح يتفرج على الماتش في الاستاد وندعم اللعيبه ونشجعهم. ده هو الباقي للزمالك طول عمره يعني. عزائي الوحيد في السالفه دي كلها ان دايما كل يوم بحس ان فعلا انا النادي، او انا بشجع النادي الوحيد اللي جمهوره عامل له قيمه. النادي الوحيد اللي جمهوره عمل له قيمه. احنا النادي الوحيد المره الثالثه اللي جمهوره عامل له القيمه. الجمهور هو اللي عامل النادي حرفيا يعني، مش الكلام اللي هو من غير الجمهور ما كانش هيبقى فيه متعة لكرة القدم. ولا هو احنا النادي مبني على جمهور، كل حاجة واقعة في النادي، كل حاجة واقعة إلا الجمهور واقف وبيساند. زي ما عمرنا طول عمرنا في أسوأ اللحظات وأوسخ الأداء وأوسخ الأداء موجودين، بنشجع وبنلوم اللاعبين لو في حاجة يلاموا عليها، بنأزرهم. ومش فاكر أفكرك في كذا حاجة. الأزمات دي كل ما تيجي أزمة زي كده، وأزماتنا كتير أنتوا عارفين طبعا، مش هقول لك ده الحاجة الوحيدة اللي بواسي بيها نفسي. بلاقي ناس كتير شبهي بيروحوا الاستاد بيفضلوا يزعقوا ويخسروا فلوس. الأوضاع الصعبة البلد عايشاها اقتصاديا، والواحد بيلاقي القرش بالعافية، ومع ذلك بيدفع فلوس وبنروح من قعدة الاستاد دي ورا الزمالك. الدنيا وما فيها عندنا، كل واحد فينا بيروح الاستاد بيفصل. انا بروح الاستاد بفصل، وبحب اروح الاستاد لوحدي من غير صحابي على فكره. حتى لو في صحابي جايين معايا بحب اخش كده وسط الناس ونقعد نشجع وبتاع، وبعد الماتش نبقى نتقابل. انا بالنسبه لي هي دي القعده اللي بفصل فيها، متعه. اطلع خسران اطلع كسبان. طلعت كسبان طبعا الفرحه والاحتفالات واحنا طالعين. طلعت خسران طبعا النكد، الواحد هيقعد ساكت. لو انت بقى مروح في المترو هتلاقي بقى انتوا عارفين طبعا اللي راح الاستاد هو عارف بيقابل ايه في المترو لو طلع خسران. فهي كده، هي كده. من ناحية جوميز أنا مش بلومه. حتى لو هو حتى طفشه بطريقة يعني زي ما حصل قبل كده يعني، أنا مش بلومه. أنا مكانه واحد سايب عيلتي وكل حاجتي في البرتغال عشان أشتغل. خد بالكوا الكورة بالنسبة له شغل، وده مش مصري زينا ممكن يستحمل عشان حاجة بيحبها. لا، ده بيشتغل حتى لو حب المكان أو حب الناس اللي في المكان وحب الجمهور. حاجة تانية. بس أنا مفيش صفقات، مفيش لعيبة بتاخد فلوسها، مفيش حاجة. انتوا عايزين نضرب ايه يعني؟ خلاص انا اروح اخد بعض اروح السعودية، ده وجع الدماغ والقرف ده كله. الحد الوحيد اللي لام عليه الإدارة قولا واحدا يعني. بعد جوميز اللي يقول لك أحمد مجدي هيتولى القيادة المصري الماتش بتاعنا قدام المصري، لأنه بيقولوا كان هيروح السعودية. أنا مش عارف هيروح ولا لأ. لو هيروح خليه يروح يا جماعة، وشوفوا أي حد مصري، مش لازم أحمد مجدي. خلي أحمد مجدي يروح مع جوميز، كانوا بيقولوا هيروح مع جوميز، خليه يروح. شوف أي حد. لأن لو خسرنا وفي نتيجة سلبية يوم الأحد هيبقى أجواء مش كويسة خالص. إحنا مش ناقصين، إحنا مش ناقصين. فأنت لو أنا عايز مين يدرب الفترة الجاية، أي حد مصري يكمل الموسم. كان نفسي في مؤمن سليمان يكمل الموسم لحد ما ربنا يفرجها ونبدأ الموسم الجديد على نظافة. بقالنا 20 سنة بنقول الكلمتين دول، أنا عارف، بس نعمل إيه يعني؟ وفي الآخر بقول لجمهور الزمالك اللي أنا منهم، هو ده الزمالك، وإحنا اخترنا نشجع الزمالك عشان كده. الزمالك كل واحد بيحس إن ظروف الزمالك شبه ظروف بيته. يوم تفرح فرحة للسما، ويوم أو العادي بتاعك كل شوية أزمات، وكل شوية مش ملاحق بقى. تحسها شبه عيلتك يعني، اللي هو بتكافح كل يوم بيوم عشان تعرف تعدي. 90% من الزملكاويه بقوا زملكاويه عشان حاجات بره الكوره، يشوفوا نفسهم في الزمالك، لقوا نفسهم في الزمالك. وانا منهم. انا واحد مواليد 2000. أنا واحد من مواليد 2000. عبال ما وعيت والزمالك كان في العشيه السوداء، في عز العشيه السوداء. مع ذلك انا زملكاوي وبشجع الزمالك. وفي كتير زيي ما شافوش لا الزمالك بياخد ابطال افريقيا، ولا شافوا الجيل الذهبي ولا حاجه، وقعنا على العشيه السوداء. مع ذلك شجعنا. محدش هيفهم انت ليه في الوقت ده شجعت الزمالك الا الزملكاويه في الوقت ده، الا الزملكاويه في الوقت ده. انا مش عايز اطول عليكم. طبعا لازم كلنا نبقى اللي يقدر نحاول نحضر ماتش المصري يوم الاحد في برج العرب. الزملكاويه اللي في اسكندريه ما تقصروش، ده وقتكم، ده وقتنا. لو حد من القاهره او من اي حته في مصر يقدر يروح. ده وقتنا. مجرد محتاج لنا بجد، ما ينفعش يكون في كرسي فاضي. ان شاء الله خير.
واحنا ورا الزمالك كده كده يعني، ثم مدرب يروح، ثم مدرب يجي، ثم مجلس اداره، ثم اي حد، هنفضل برضه ورا الزمالك. سلام.